ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هرجع معاكم ان شاء الله باذن الله، يعني بدعائكم وبدعمكم ليا مش هقطع تاني باذن الله، وهفضل كده مستمره عشان خاطر انا بجد انا ببقى مبسوطه قوي وانا معاكم. بس انا معرفش بيحصل معايا حاجات كده وظروف كده بتخليني اني انا ظروف عندي يعني وبتاع، فبتخليني اني انا اقطع. بس انا ان شاء الله المره دي راجعه ان شاء الله، هكمل يعني باذن الله بدعمكم ليا. طبعا هنعمل مع بعضينا ايه النهارده؟ هنعمل مع بعضينا صينيه فراخ في الفرن ورز معمر. تمام. طبعا انا حطيت هنا بصلايه وطماطميتين كبار، وحطيت الدبس الرمان، والتوابل بتاعتي حاطه ورق لورا وحبهان وكباب صيني. تمام. وحاطه جوز الطيب وزعتر وفلفل الاسود والملح. خلاص. طبعا هضربهم كده، وحطيت معاهم ضفت معاهم واحدة مرقة كده برضو الطعم الصوص دوت. خلاص. عايزه اقول لكم بيتغمس بيبقى تحفه مع الفراخ لو انتي مش هتسلقيها يعني، او لو سلقاها برضو مفيش مشكله، ممكن تعملي الخطوه دي برضو وتحطيها برضو في الفرن، هتبقى معاكي حلوه قوي. بس انا عشان كان عندي شوربه فما بصراحه ما سلقتهاش، قلت ايه انا عايزه اعملها كده تبقى سهله عليا وبسيطه يعني. بس فهحط عليها التتبيله دي. عايزه اقول لكم بقى والله بجد انا بحب جدا اغمسها بالعيش، بتبقى طعمها حلو قوي. طبعا انا ما كنتش غزيتها الكم الغزه دي ما كنتش غزيتها، فبغزها بقى اهو معاكم، يعني بطلع غلبي بقى طبعا فيها. بس هدخل طبعا كل الحاجات دي، الطماطم والبصل والتوابل برضو تبقى من جوه عشان تبقى الفراخ متطعمه من جوه. تمام. طبعا انا بكلم البنات الصغيرين اللي هم ايه اول مره كده يدخلوا المطبخ، وان شاء الله يصادفهم فيديو من فيديوهاتي ويجربوا الوصفه بتاعتي ان شاء الله يعني، وتطلع احلى من بتاعتي. خلاص حطيت لها بقى تبلتها كلها كده من جوه ومن بره، وزي ما انتم شايفين كده، وحطيت من تحت برضو يعني. بصي خليتها والطماطم دي وصلت يعني في كل حته. هنا انا لقيت حته مرقه كده كانت سليمه فركتها يعني. بس فكده خلاص خلصت معايا. المفروض ان انا هعمل ايه؟ هحط لها برضو حته سمنه كده فوق الوش. طبعا هي عشان مش مسلوقه فهتنزل دهون، فانا ايه يعني الخطوه دي مش هحط لها سمنه يعني كتير. تمام. فهاخدها كده، هاخدها من فوق على البوتاجاز من فوق غلوه كده تكون حلوه برضو يعني الفراخ ابقى مطمنه ان هي استوت معايا. وبعد كده هروح ضيفاها معاكم في الفرن. هنا احنا دخلنا على الرز المعمر. المفروض ان انا هعمل ايه؟ ده كيلو لبن يا بنات. ويعني كيلو اللبن بياخد 3 كوبايات من الرز اللي هم بتوع المج، اللي هم بتوع الشاي بلبن دول، عارفينهم المج اللي هو اللي بيبقى الكبير. خلاص 3 كوبايات دول انا نقعاهم حوالي ساعتين. بعد ما نقعتهم حوالي ساعتين كده، المفروض ان انا زي ما انتم شايفين حطيتهم في الطاجن. خلاص. وهحط معلقه القشطه برضو الطعم برضو معانا، والقشطه هنستخدمها تاني. خلاص. انا كده حطيت في اللبن زي ما انتم شايفين واحده مرقه ومعلقه الملح وكيس لبن باودر. خلاص كده. وهنحط مع بعضينا برضو السمنه جوه اللبن. طبعا اللبن ده مغلي وسخن عشان خاطر يبقى برضو معانا ايه، يبوش يعني الرز معانا واحنا بنعمله. ده الرز بقى اللي هو المعمر ده بجد ده على اصوله يعني، ده انا واخداها يعني من عمتي بجد والله العظيم اقسم بالله فعلا هتاكلوه تحفه. بس هو الرز المعمر بصوا يعني ما تكتروش فيه لان هو بيتاكل في وقته. لما بيقعد بينشف ما بيبقاش حلو، لكن اول ما بتبقي عاملاه بيبقى خرافه تحفه بجد يعني. وبرضه ما تكتروش ملح، هي معلقة ملح واحدة بس، وواحدة المرقة والقشطة و3 معالق السمنة. خلاص. وشوية انا حطيت بقى، بس الحتة دي ما بانتش، حطيت معلقتين زيت. الزيت برضو بيغلف الرزاية بيخليها برضو، بس يعني يكون نوع زيت حلو. تمام. بيغلف الرزاية برضو كده بيخليها برضك ايه بتلمع وبتبقى حلوة قوي. بس قلبتهم كلهم في بعضهم كده، ورحت ضيفاها طبعا فين في الفرن. حطيتها يعني في الفرن. هنا احنا هنعمل مع بعضينا الملوخية برضو، عشان انا عاملة ملوخية النهاردة برضك. يعني قلت حاجة ايه برضو ايه تتاكل مع الرز يعني لولادي وكده. انا حاطة هنا كوباية الشوربة زي ما انتوا شفتوا كده، وبدأت اضيف الملوخية حبة حبة.
الكبة دي حلوة على فكرة، مش بتخلي الملوخية ترقد يعني ولا الكلام ده. انا مرة كنت عندي قبل كده كبة تانية والله العظيم كانت بتخلي الملوخية، عملتها مرة كرهت ان انا اعملها فيها تاني بسبب الملوخية، لقيتها سقطت يعني ما كانتش كويسة. لكن دي الحمد لله كويسة جدا في الملوخية يعني. طبعا انا هنا مسخنة الشوربة وحاطة فيها واحدة المرقة، وهاخدها برضو غلوة كده على النار، وبعد كده هنطشها مع بعضينا كده لوقت ما ايه ما الاكل يخلص، عشان خاطر تبقى الملوخية سخنة برضو معانا وتبقى حلوة. طبعا هنا بوريكم هنا الحاجة وهي في الفرن اهي بتتعمل. احنا هنا هنستنى الرز لغاية ما يتشرب اللي هو اللبن بتاعه يتشرب منه، وبعد كده هوريكم هنعمل ايه تاني برضو في القشطة، بقية القشطة اللي انا ايه قلت لكم عليها. طبعا احنا حطينا حته معلقتين يعني معلقه حلوه كده كبيره وهي يعني اللبن سخن فيه، وهنحط برضو دلوقتي تاني فوق الوش كده عشان تخلي الوش بتاعنا حلو كده بيلمع ويبقى محمر كده حلو. تمام. طبعا هنا كانت القشطه يعني جامده شويه، فهحطها كده وهي هتسيح هتبقى فوق الوش هتتظبط يعني هتشوفوها. اهي الملوخية، احنا المفروض ان الحاجة خلاص في الفرن وخلاص بتخلص. المفروض بقى ان انا اعمل ايه، اعمل الطشة. بس انا ولادي بقى بصوا هتشوفوا ولادي عملوا ايه. في انا حاطه ضايفة زي في اول الفيديو انتوا اكيد شفتوا السمنة والتومة ويعني كان شكلها محترم. ولادي فضلوا يلعبوا فيها من ورايا لغاية ما دخلوا السمنة في الكزبرة الناشفة في التومة. تمام، بس مش مشكلة يعني حطيتها على النار وهي فكت من بعضها. انا ما بحبش اضيف اي حاجه خالص للملوخيه غير الكزبره الناشفه والثومه والسمنه. تمام. وبعد كده طشيناها زي ما انتوا شايفين كده، وما تنسيش تشهقي بقى. العاده المصريه بتاعتنا يعني. بس كده وكده الحمد لله الوجبه بتاعتنا كانت تمام. هروح بقى اوريكم الرز بعد ما طلع، والفراخ برضو بعد ما طلعت بقى شكلها عامل ازاي. وبجد يعني جربوا الوصفه بتاعه الرز بتاعي ده، بجد يعني تحفه تحفه تحفه. هتدعولي يعني والله العظيم بجد هينجح معاكم من اول مرة. اه بصوا الفراخ متحمرة، وعايزة اقول لكم الطماطم بقى دي بتغمسوها بتبقى تحفة. وده الرز وشه برضه بص اهو جميل ازاي، والملوخية هذه اللي انا عملتها معاكم. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا اللايك والشير والاشتراك عشان كل جديد يوصل لكم ان شاء الله. كل ما يعني ما ان شاء الله كده ابدا اعمل فيديو تاني. وادعولي عشان خاطر انا بجد والله نفسي بجد ارجع تاني وابقى معاكم تاني. بس كده. يلا. سلام.